كابتن تسوباسا او الكابتن ماجد كما نعرفوه في عالمنا العربي، الكلنا عندنا معاه ذكريات جميله وكنا نتفكروا وقت اللي نكملوا من المدرسه ونبداو نتجراو باش نخطوا على حلقاته. هل انه اختيار الاسم كان عشوائيا او انه فما علاش اسمه ماجد؟ قبل ما نعطيكم الاجابه الرجاء نعملوا فولو لقناه اليوتيوب كيف صفحه الفيسبوك والانستغرام والتيك توك وسيم فلا. خلينا نحكيو شويه على كابتن تسوباسا ووقتاش ظهر. الحكايه ترجع لسنه 1981 على يدين الرسام الياباني لا يوتشي تاكاهاتشي. وخاصة اللي شد انتباهنا واحنا صغار الخيال الكبير الموجود في المسلسل الموجود في الانيم، وهذا عادي جدا لانه يرجع للثقافة اليابانية كما ركلة مخلب النمر متاع الكابتن بسام او رمية الاخوين شوقي. وعادي جدا انه في ركلة واحدة يتفكر امه كيفاش كانت تدوش له، بوه جاب له هدية كرة قدم، ويتفكر عرس اخته، ويتفكر طهور خوه، واللي هي حاجات بالطبيعه صعيب برشا انك تطبقها على ارض الواقع. هذا كان ما قلناش مستحيل. بخصوص الدبلجه كان عندها اسلوب مميز ومتفرد بالنسبه للنسخه العربيه، وخصوصا الجزء الثالث المعروف بفريق المجد والعنادل، وبعد توحدوا ولاو فريق الياسمين ولعبوا ضد فريق الفرح اللي فيه الكابتن بسام. الدبلجه وقتها كان فيها اسلوب خاص مختلف على الحوار الاصلي الياباني، خاصه في الجانب الثقافي والفكري، والغرض ما كانش فقط للترجمه والدبلجه وانما المحافظه على التراث والتقاليد العربيه واحترامها. وبالنسبه للناس اللي تفرجت في النسخه الاصليه او حتى نسخ اخرى بخلاف اللغه العربيه تلاحظ هذا الفرق. باهي خلينا تو نحكيو على انتشار الكابتن ماجد في العالم العربي. عام 1988 ظهرت مجله اسمها مجله الكابتن ماجد، اللي ما عندها حتى علاقه بمجله ماجد الاماراتيه اللي نتفكروها وتعرفوها. ومن بعد كما نعرفوا مسلسل الصور المتحركه اللي كنت نحكي عليه والاجزاء اللي تعدات في قنواتنا العربيه، وفما كذلك بعض النسخ اللي ما تمتش دبلجتها كما تشين اين تسوباسا اللي يحكي على ماجد وقت اللي مشى للبرازيل واحترفت. هات نرجع لموضوعنا. علاش اسمه ماجد؟ الاسم ما كانش كما كنت نقول اعتباطي وما كانش عشوائي. علاش؟ فعلا اختيار الاسم جاء عن طريق مالك شركة العالمية المنتجة للنسخة العربية من تسوباسا، واللي هو المخرج عبد الله المحيسن. اختار اسم ماجد على اسم اللاعب السعودي ماجد عبد الله، اللي هو لاعب كرة قدم معتزل أسطورة في الخليج، لعب لنادي النصر وفاز مع المنتخب السعودي بكأس آسيا لأول مرة عام 84 في سنغافورة وكان الهداف، وبعد 4 سنين فاز للمرة الثانية بكأس آسيا على التوالي في قطر، وأهل المنتخب السعودية للأولمبياد أول مرة عام 84. نفس الشيء قاد منتخب بلاده لكأس العالم أول مرة كيف سنة 94 في الولايات المتحدة، ومع فريق النصر فاز ب 14 بطولة محلية خليجية وقارية وكان هداف وما زال يحمل الرقم القياسي في عدد الأهداف محليا ودوليا. كان مهاجم قناص ومراوغ فنان وسجل تقريبا 500 هدف. شكرا لكم على المشاهدة وحسن الانتباه كما يقولوا في الأخبار قبل. إن شاء الله عجبتكم حلقة اليوم وإن شاء الله عجبكم الموضوع، وكالعادة ننتظر دائما الدعم والتفاعل متاعكم سواء في قناة اليوتيوب ولا في صفحة الفيسبوك تيك توك أو الانستغرام، واللي عنده أي فكرة وإلا موضوع ما يترددش يحطها في كومنتير. إلى اللقاء، نلتقي في فيديو قادم. باي باي.